بغض النظر يا جماعه ان الاهلي النهارده اتغلب من انبي 1-0 في كاس الرابطه، ما عنديش اي مشكله، لكن المشكله عندي ان في لعيبه كتيره لا تستحق انها ترتدي تيشيرت النادي الاهلي، منهم الي ديانج ومنهم جراديشار ومنهم عمر كمال عبد الواحد ومنهم انا تعبت صراحه. يعني هنقول لكم كمان اخر الفيديو على موضوع ابراهيم ديباتي المهاجم الكوتوفواري والصفقه انتهت عليه وايه اللي حصل، ووداعا يزن النعيمات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم هيثم كروي السينما، بنحل كوره وسينما مع بعض يا جماعه. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في قناه اليوتيوب، لان اليوتيوب كمان بيقول ان الاشتراك في القناه مجانا مش هيكلفك اي شيء، ولو حبيت والله العظيم الخير لغيرك الخير هيجي لك. واصحابنا اللي في التيك توك يتفاعلوا معانا كده ويدوسوا على زر اللي هو اشتراك في قناه اليوتيوب، ويدوسوا لايك هم كمان في اليوتيوب اصحابنا اللي في التيك توك. النادي الاهلي طبعا النهارده اتغلب، ما عنديش اي مشكله، اتغلب 1-0 في كاس الرابطه من انبي في اول مباراه المجموعه، ما عنديش اي مشكله يتغلب. لكن انا اللي شايفه الحاجه السلبيه ان في لعيبه تقال كانوا بيلعبوا النهارده، ما كانش الاهلي ما كانش بيلعب بالشباب يا جماعه. اليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد يا جماعه يعني دون المستوى. عمر كمال عبد الواحد تحس ان هو هيزيتيتن، يعني الراجل عنده ميس باص فظيع ومتلخبط كده. ده انت كنت كويس جدا في فيوتشر يا عمر، ايه اللي حصل لك؟ انت مع السلامه يا عمر. وقال له دانج اللي عمال يماطل الاهلي في المفاوضات وان هو يمشي ولا يقعد وبيطلب ملايين الدولارات وزرارات. لا يا باشا، توكل على الله يا باشا. انت ساعات بتعمل حاجات غلطات كارثيه في وسط الملعب. انت اي نعم دبابه وراجل وجرينتا، بس لا ليك غلطات يا باشا. انت ممكن اي حد خط وسط هاف ديفندر محترم مصري يحل مكانك. وعندك جراديشوار، ده جراديشوار يا جماعه يعني راجل، يعني انت محترف، ما قدمليش الحاجه الواو يعني زي اي واحد مصري، زي اخوه محمد شريف المخيف. فحضرتك انت بتاخد بالعمله الصعبه، بتاخد بالزرارات مش بالدولارات، فلا يمشي برضه. في يا جماعه التيشيرت النهارده مع لعيبه الاهلي تقيل عليهم، لا يستحقوا ان هم يكملوا في النادي الاهلي. بانت قوي، ما عنديش مشكله ان انت بتطعم بناس ناشئه وبتاع، لكن معظم ذا موست معظمهم كانوا لعيبه اساسيه. ويعني احمد رضا ده كان كويس ولعب كويس، عجبني اداؤه النهارده من وجهه نظري، لكن الكوتش جيسروب طلعه الشوط الثاني في اخر في الدقيقه تقريبا 60 تقريبا، مش عارف ليه. فاضافه يا جماعه لا، في لعيبه لازم يكونوا راحلين يعني لازم. وطاهر محمد طاهر ده طبعا مستواه لغز ابس اند داونز، والشحات راجع من اصابه ليه عذره. ويعني يا جماعه فالوضع مش عاجبني. انا اي فريق في العالم بيتغلب، ايه المشكله؟ انا بس انا كمشجع له انا مش لايق، او انا ما بحبش اشوف النادي بتاعي هو مغلوب. دي حاجه فينا كاهلاويه بشكل عام. لكن يا جماعه انا قلت لكم لازم في لعيبه معينه لازم تستحق ان هي تمشي بدون مجامله وبدون نقاش. وكمان هنقول لكم الخبر الثاني بالنسبه لابراهيم ديباتي المهاجم الكوتوفواري اللي هو كان بيلعب في جايس السويد. الراجل ده قفل باب المفاوضات تماما مع الاهلي، وعمل حركه مش لطيفه جدا، عمل بلوك للمدير التعاقدات وللنادي الاهلي، وانكر في الصحف اللي هي السويديه ان هو اصلا النادي الاهلي تعاقد معاه، شكله اتخانق خالص ومش هيجي خالص تماما.